وانا بقلب وقع تحت ايدي الفيديو ده. انا يعني شفت البطاطس. بصوا البطاطس، اللون ده في الاخر ده هيطلع شيبسي. بص لون البطاطس يعني. انا تنحت في لون البطاطس، لان البطاطس دي بعد كده هتطلع فيها حاجات كتير. عارفين البطاطس لما بتبقى فيها حاجات حمرا حمرا حمرا، هادي. بس هو بيوريك يعني الخطوات. بص بقى البطاطس لما بتتغسل بعد كده بيبقى لونها عامل ازاي. بصوا، شايفين البطاطس؟ انا مش عارفه اعمل زوم قوي، بس بصوا البطاطس عامله ازاي. بصوا، حاجه قمر، والله قمر. دي الخطوات يعني. دي بقى خطوة الغسيل. هما كده بيغسلوا لسه البطاطس، وبعدين بعد كده هما لسه كل ده محمروهاش اهو، نازلين في الزيت بقى على طول. لا لسه بيقطعوها، لا هم لسه ما قطعوهاش، لسه بيقطعوها. بس انا الغريبة ان ليه لون البطاطس كده، وليه البطاطس كلها حاجات حمرا 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 حمرا. هو ده اللي انا وقفت عنده، ما فهمتوش. هنا بعد ما غسلوا البطاطس، هي الصراحة بقت حاجة تانية. يعني البطاطس كانت حاجة وبعد ما اتغسلت ونطفت بقت حاجة تانية خالص. وهنا بدأت تبقى شيبسي، بدأوا يقطعوها. لسه ما حطوش المواد اللي بيحطوها اهو. بدأوا يحطوا اهي المواد اللي بيحطوها. لو انتوا عارفين بقى الكباب، الشطة، الحاجات. هنا بيقلبوا البطاطس مع بعض. بصوا، هو الموضوع عندي مش في ان البطاطس بقت لونها كده. الموضوع عندي في ان البطاطس اول ما جت كانت حاجة تانية خالص. ازاي وصلت لكده؟ هو ده البطاطس اللي احنا بناكلها. هنا اهو بعد ما حطوا المواد اللي بيحطوها. حاجة بصراحة يا جماعة، انا اتفاجئت في الفيديو ده. عادي بقى احنا بقى بنفتح وناكل بقى ونقطع ولا في اي حاجة. وما نقدرش نستغنى عن البطاطس الشيبسي، ما نقدرش. ما نعملها في بيتنا احسن. ليه ما اعملهاش في بيتنا؟ لا بس يعني انا اتفاجئت. اشوفكم في فيديو تاني.